أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. سوف نتعرف اليوم على الأسماء نافدير. تنقسم الأسماء في اللغة الكردية حسب معانيها إلى قسمين: أسماء محسوسة نافين شينبر، أي تلك الأسماء التي نشعر بها بحواسنا أو من خلال حواسنا، وأسماء مجردة نافين رازبر، تلك الأسماء التي لا نشعر بها بحواسنا، أي هي الأسماء المعنوية فقط. الأسماء المحسوسة نافين شينبر أمثلة عليها: ميناك، عنا جم بمعنى نهر، جيا جبل، دار شجرة، كبر حجر، مير رجل، جن امرأة. أما الأسماء المجردة أي نافين رازبر أمثلة عليها: رومت أي الكرامة، آزادي الحرية، هفين الحب، هيفي الأمل، باوري الإيمان. هذه الأسماء أعزائي المشاهدين لا يمكن أن نشعر بها بحواسنا المجردة، ولكن نشعر بها من خلال الأحاسيس الداخلية، فهي ليست محسوسة. تنقسم الأسماء حسب خواصها إلى 3 أقسام: أسماء عامة نافين هافناف، وأسماء خاصة نافين سرناف، وأسماء الجموع نافين كوماناف. الأسماء العامة نافين هافناف أمثلة عليها: هي أسماء لأشياء عامة موجودة حولنا، مثل ريوي أي مسافر، حصب حصان، خاني بيت، درزي إبرة. أما الأسماء الخاصة فتلك الأسماء التي تختص بأشياء وأشخاص محددة، أي هي خاصة وليست عامة، مثلا خاصة بأشياء أو بأشخاص: سيبان اسم شخص، خابور اسم نهر، آجري اسم جبل، وجمشيد أيضا هو اسم شخص. أسماء الجموع نافين كوماناف. أعزائي المشاهدين، هذه الأسماء على الرغم من أنها تدل على الجمع، مثلا في عندنا الأمثلة: قل بمعنى الشعب، لشكر العسكر، باز الغنم، شيني السكان، قاران أي القطيع، إلا أنها تأتي في الجمل بصيغة المفرد. مثال: باز شو سوزانان، ذهب الغنم إلى الروابي، ولا نقول ذهبت الأغنام. هذه الكلمات هي أسماء الجموع، ولكن تأتي بصيغة المفرد في الجمل. التذكير والتأنيث في الأسماء. أعزائي المشاهدين، هناك بعض الأسماء التي تدل بذاتها على المذكر أو المؤنث، فهي خالصة، على سبيل الأمثلة التي تشاهدونها: برا بمعنى أخ، وخه بمعنى أخت، كر أي ابن، كج ابنة، حصب حصان، مهين فرس، بران أي كبش، مه بمعنى خروف، نيري تيس، بزن معزات، ديك ديك، ومريشك دجاجة. ولكن هناك بعض الأسماء التي تأتي تذكير والتأنيث معها بإرفاق كلمة مي أو نير، مي للمؤنث ونير للمذكر، كما تشاهدون في هذه الأمثلة. نقول كوا مي أي الحجل الأنثى، وكوي نير بمعنى الحجل الذكر، كرامي الحمار الأنثى أو الأتان، كرينير الحمار الذكر، هرجامي الدبة الأنثى أو الجهبر، وهرجينير الدب الذكر، قرامي الذئبة الأنثى، وقرينير الذئب الذكر. الجمع والإفراد في الأسماء. أعزائي المشاهدين، الجمع والإفراد يأتي في حسب صياغتها في الجملة، فقط ندل من خلال الاسم الذي لا يتأثر بالجمع والإفراد، ولكن في سياق الجملة أو حسب اللاحقة التي تأتي بعده
نستدل على الجمع أو الإفراد. مثال: أفحص با، هذه الأ اللاحقة تدل على أنه مفرد، حصان هذا حصان. ولكن عندما أقول أفحص بن إن، هذه الإن اللاحقة تدل أن هذه أحصنة، أي هناك جمع. من حسب ديت، أنا رأيت الحصان. ديت طبعا تدل على، هو فعل يدل على المفرد، أني رأيت شيئا واحدا فقط. من حسب ديت. ولكن عندما أقول من حسب ديت أنا رأيت الأحصنة. ديت، لاحظوا الفرق بين ديت وديت. أيضا إن هذه اللاحقة جاءت مع الفعل فدلت على عدد من الأحصنة وليس أي جموع الأحصنة. أز حسب دبينم، أنا أرى الحصان. أز حسبان دبينم، أنا أرى الأحصنة. هذه اللاحقة الآن هذه المرة أضيفت للاسم للحسب حتى أصبحت جمعا. أيضا أز حسبك دبينم، أكي هذه أضيفت لي الاسم فجعلت أنا أرى حصان، هذا الحصان غير معروف أيضا أي حصان، ولكن فقط أنا رأيت حصانا. أز حسبنان دبينم، أنا أرى أحصنة. إنان أضيفت إلى الاسم فجمعت الأحصنة، ولكن دون أن تكون معروفة أية أحصنة، فأنا فقط رأيت أو أنا أرى أحصنة. أزهس نان دبينم. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين.